في تطور أثار تساؤلات الشارع الرياضي المغربي والعربي، اختفى اسم النجم المتألق حكيم زياش من قائمة المنتخب المغربي استعدادا لمواجهتي تونس والبنين ضمن التحضيرات الجادة لكأس إفريقيا 2025. وبينما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتكهنات وتناقلت بعض الصحافات إشاعات عن وجود أسباب سياسية وراء هذا الغياب، حصلنا على معطيات حصرية تكشف الحقيقة الكاملة بعيدا عن العناوين المثيرة والافتراضات غير المؤكدة. في هذا الفيديو سنكشف لكم القصة من داخل كواليس المنتخب، ونسلط الضوء على ما جرى بالفعل بين زياش والجهاز الفني وما ينتظرنا في الفترة المقبلة. ابقوا معنا للنهاية، لأن ما سنكتشفه قد يغير نظرتكم تماما حول مستقبل المايسترو مع أسود الأطلس. ففي اتصال خاص بي أنا الخبر، أكدت مصادر مقربة من الجهاز الفني للمنتخب المغربي أن غياب حكيم زياش عن المعسكر المقبل لا علاقة له بأي توتر أو خلاف سياسي، بين القرار يعود إلى أسباب رياضية بحتة مرتبطة بخيارات الفنية التي وضعها المدرب وليد الركراكي في إطار خطة استعداداته للبطولة القارية القادمة. وحسب نفس المصدر فإن زياش كان فعلا ضمن القائمة الموسعة الأولية، لكن في اللحظات الأخيرة وضعت معايير خاصة لتشكيل اللائحة النهائية، وقد خابت فيها أسماء بارزة من ضمنها زياش. المدرب الركراكي لم يتخذ القرار بسهولة، خاصة وأن زياش يعتبر من أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب المغربي الحديث، لكن الاختيارات الفنية كانت مبنية على رؤية مستقبلية تراعي توازن التشكيلة، طبيعة الخصوم في المباريات الودية، ومستوى الانسجام المطلوب في الوقت الحالي. وأضاف المصدر أن العلاقة بين زياش والركراكي ما تزال يسودها الاحترام الكامل والتواصل المستمر، عكس ما حاول البعض الترويج له، بل إن زياش يتبادل الحديث مع الطاقم الفني باستمرار، ويعلم تماما أن غيابه ليس استبعادا نهائيا بل قرارا تكتيكي مؤقت قد يتغير في أي لحظة، خاصة مع اقتراب البطولة القارية. الجهاز الفني وفقا لما بلغنا يتابع عن كتب أداء اللاعب رفقة نادي التحيل القطري، حيث يظهر زياش استعادة تدريجيا للياقته الفنية والبدنية وعلى المستوى المتصاعد الذي يقدمه بعد عودته إلى كتيبة أسود الأطلس مسألة وقت فقط، في حال استمر بنفس النسق التصاعدي. بل إن هناك من داخل المعسكر الوطني من يراهن عليه كورقة رابحة سيتم استدعاؤها باللحظة المناسبة، إما خلال المعسكرات التحضيرية المقبلة أو حتى مباشرة قبل انطلاق كأس إفريقيا. لمن يشكك في تأثير زياش داخل المنتخب، فالأرقام لا تكذب. النجم المغربي خاض 64 مباراة دولية، أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة، ليثبت مرة تلو الأخرى أنه أحد صناع الإنجازات في الجيل الذهبي الحالي. أداؤه المميز، شخصيته القيادية، وخبرته في المحافل الكبرى تجعل من استبعاده مؤقت حديد الشارع الكروي، وتبقى باب الأمل مفتوحا أمام الجماهير التي ما زالت تراه قائدا مستقبليا قادرا على حمل لواء المغرب في أكبر التحديات. في النهاية يمكن القول إن غياب زياش ليس نهاية القصة، بل فصل جديد في رواية نجم لا يزال أمامه الكثير ليقدمه. هل يعود في الوقت المناسب؟ هل نشهد عودته في اللحظات الحاسمة ليصنع الفارق مجددا؟ الكرة الآن في ملعبه وملعب الجهاز الفني، وبين الدعم الجماهيري الكبير والطموح المتجدد تبقى كل السيناريوهات واردة. فابقوا معنا، في الأيام القادمة قد تحمل مفاجآت جديدة وأخبارا تقلب الموازين من جديد داخل بيت المنتخب المغربي.